السلام عليكم الأصدقاء، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. مرحبا بكم من جديد في قناتكم أوتو نيوز ماغازين. اليوم أنا عند أوتولاند مدينة الرباط. أوتولاند جراج كيقدم سيارات متنوعة وسيارات جودة عالية، سيارات اللي هي جميلة جدا، وطبيعة الحال عندهم اختيارات عديدة. طبعا صورت عندهم كذا مرة، الأصدقاء اللي مهتمين يدخلوا يشوفوا السيارات اللي كيديروا في البوتيك ديالهم، وإن شاء الله ما يكون غير خير. فهنا عنده طبعا سيارة جميلة، سيارة اس يو في عائلية، سيارة بيجو 3008 جي تي. الأصدقاء هذه السيارة متميزة، علاش؟ لأن سيارة بيجو 3008 فئة جي تي ما بقاوش كيخرجوا بهذه المواصفات، كيف كنقولوا ديبريسياو شويه وتزاد الثمن بحكم الازمه اللي طرات لا كريز ديال لي بوس بزاف د الامور. فبالنسبه لهذه السياره اصدقاء اللي غندير لها المراجعه اليوم، فهي متوفره للبيع. الناس المهتمه غنخلي لكم الهاتف في صندوق الوصف، تواصلوا معهم مباشره، الله يسخر للجميع. هذه السياره اصدقاء سياره بيجو 3008، سياره اس يو في كومباكت عائلي بامتياز. سياره كتقدم مواصفات ممتازه، وكذلك كتقدم واحد الراحه، واحد الهبه عندها خطيره على الطريق. كيف كنشوفوا ان السياره الحجم ديالها جا حجم اللي هو كبير، حجم اللي هو جميل. فئه جي تي جات مليئه باللمسات الكروميه، سواء ممتده على السياره بالكامل. فنبداو بمراجعه بالواجهه الاماميه. كيف كنشوفوا سياره 3008 الفيس ليفت جات بواجهه اماميه مميزه. طبعا الاضاءات الحديثه ديال بيجو، هذه الاصدقاء بيجو فول ليد تكنولوجي. طبعا هذه الاضاءات هادو كتكيف على حسب القياده، وعندها مدى كيوصل ل 4000 متر الاصدقاء. بالنسبه لهذه الاضاءات اصدقاء، فهي الاضاءات المتطوره ماشي الاضاءات العاديه. طبعا كاينه اضاءات اخرى فئه اقل سميتها ايكو ليد، هذه فول ليد تكنولوجي. كيف كنشوفوا هذه الاضاءه النهاريه كتبقى شاعله عندي على هذا الشكل، على شكل انياب ديال الاسد. بالنسبه للواجهه الاماميه كذلك كيف كنشوفوا هنا عندي الاصدقاء كيف غنقولوا الموستاش ديال هذا الاسد. واجهه اماميه فيها لمسات كروميه عديده، وعندي شعار بوجو في الوسط. السياره فيها مواصفات عديده، بينها حساسات اماميه اللي كتساعدني اثناء الاصطفاف، ومداخل من اجل تبريد الميكانيك. وكذلك السياره بالمواصفات الحديثه اللي كتدعم هي لين اسيست، اي التحذير عند مغادره المسار، مواصفات حديثه وجميله. الكابو عليه خطوط انسيابيه كتساعدني على تفريغ الهواء وتحسين الانسيابيه. والجديد كذلك في السياره هو عندي كتابه 3008 على الكابو الامامي، كذكروني بالسيارات الكلاسيكيه. سياره روا كارافون كيف كنشوفوا جات بتصميم مميز. طبعا هنا عندي الرفارف عليه واحد الخط اللي هو حاد كيساعد على تفريغ الهواء، لمسات كروميه في هذا المكان، وكتابات جي تي. كيف كنشوفوا ان السياره كتجي فيها جونوط بمقاس اللي هو كبير، مقاس 18 البوصه، راكبه على اطارات 225 55 اطارات. طبعا اللي البروفيل ديالها طالع كتعزز الراحه داخل المركبه. كذلك مساله اخرى ان هذه السياره فيها جونوط باللون الفضي واللون الاسود اللامع. كذلك عندي حمايات في هذا المكان، حمايات ديال الرفارف او دي زيكستونسيون ديال لي زيل. عندي هنا كيف كتشوفوا حساسات الاماميه، لان السياره كتدعم خاصيه الركن التلقائي. كيف كنشوفوا الرفرف كتابه جي تي، لمسات كروميه على اسفل الابواب، وحمايه بلاستيكيه. طبعا السياره فيها زجاج محاط باللمسات الكروميه، معتم كذلك في الخلف من عند الوكاله، فيها دي باغ دو توا. ومساله اخرى ان السياره كتدعم خاصيه الدخول والخروج بدون مفتاح. كيف كتشوفوا فتغلقات، فمجرد ما كنضغط في هذا المكان كتفتح عندي كذلك تلقائيا. هذه السياره كنعتبرها انا بين السيارات الناجحه، السياره اللي هي برهنات على الاعتماديه ديالها وعلى الاداء ديالها القوي. التصميم الخلفي مميز. بالنسبه للسياره اصدقاء، فهي سياره طبعا مازوت كيتحل عندي لا طراب من هذا المكان اصدقاء. فنوريكم بعدا المفاتيح ديالها. مفاتيح كيف كتشوفوا متطوره. من هذا المكان كنقدر نفتح طبعا كنغلق السياره، هنا كنفتح، هنا كنفتح الكوفر اللي جا فيها بتحكم كهربائي. السيارات اللي كيخرجوا من الوكاله حديثا ما فيهمش تحكم كهربائي، الكوفر كيجيب تحكم يدوي. طبعا السياره كيف كنشوفوا كنفتحوها. وبالنسبه للطراب ديال المازوت طبعا كيف كنشوفوا ما فيهاش لا دبلو الاصدقاء، مساله اللي هي جميله. سياره موديل 2021 هذه متوفره حصريا عند اوتولاند مدينه الرباط. بالنسبه للاضاءات الخلفيه فجات بتصميم متطور حديث، اضاءات كلها بتقنيه الليد، جات على شكل ديغريف، ديغريف جات مصممه بعنايه. كذلك بيجو ليد تكنولوجي. وهنا في هذا المكان في الخلف كذلك عندي اضاءه ديال طبعا ديال الاشاره اللي جات عندي كذلك بتصميم ليدي. كيف كتشوفوا الاصدقاء كنحاول نقرب لكم الصوره ما امكن. بالنسبه للتصميم الخلفي مميز لا يقل تميز على الامام. السياره طبعا فيها لمسات باللون الاسود اللامع، وعندي كتابه بيجو في هذه البلاصه 3008 على اليسار، وعندي جي تي كتذكرني بالفئه ديال السياره. هذه السياره اصدقاء جا فيها صدام خلفي او بارشوك خلفي بلاستيكي. طبعا علاش البلاستيك؟ باش لا قدر الله لي كود ريباراسيون في حاله الصدام كتكون قليله. عندي لمسات كروميه في الاسفل محاطه على مخارج العادمجات شكليه، حساسات خلفيه، والسياره فيها كاميرا خلفيه كتساعدني اثناء الاصطفاف.
اللي قلت لكم ان هذه السياره طبعا الاصدقاء فيها مالار بتحكم كهربائي او كفر بتحكم كهربائي. سياره جات مليئه بالمواصفات، الشيء اللي افتقدناه في الموديلات الحديثه ديال بيجو من غير المحرك اللي هو تبدل ولا انسان. كانت السياره فيها محرك 2 لترات، محرك اللي قوي وعنده عزم جبار، ومحرك اللي هو اقتصادي وما فيش لات بلو. بالنسبه للكوفر فنقدر نفتحو عن طريق هنايا، عن طريق طبعا المفتاح كيف كتشوفوا الاصدقاء كنبقى ضاغط وكيتفتح عندي كهربائيا. يعني دلع على الاصدقاء، يعني مول هذه السياره غيتفشش مزيان على خاطرو. كيف كتشوفوا حجم ديال الكفر فهو حجم اللي هو ممتاز، حجم عائلي بامتياز. بالنسبه للسياره فيها واحد البلونشي هنا موكيت، هنا كنقدر نطيح مراتب الصف الثاني. وبالنسبه لتحت البلونشي طبعا عندي عجل احتياط في هذا المكان. كذلك الاغلاق في هذه السياره الكوفر فطبعا هو اغلاق كهربائي كيف كتشوفوا، فكنقدر نغلق طبعا الكوفر عن طريق الزر او عبر تمرير القدم من الاسفل. يعني كنقدر نمرر القدم ديالي تحت السياره طبعا كيتغلق عندي تلقائيا، ولكن انا عمرها صدقات ليا هذه المساله، فكنورك على الزر وكيتغلق عندي بواحد اللمسه اللي هي جميله وانيقه. سياره طبعا خصوصا بهذا اللون هذا الانيق عطاها واحد الطابع واحد الرونق خاص. فنشوفوا الداخلي ديالها ونشوفوا التصميم الداخليه. بالنسبه للسياره طبعا فالاصدقاء تسدات اعتذر دائما، يعني هنا كنفتح السياره عن طريق الزر. كيف كتشوفوا الداخلي ديالها جات مصممه بعنايه، فيها ديك لوبسيون ديال اني كنفتح كيتفتح فقط الباب الامامي، خصني نضغط 2 ضغطات وكيتفتح عندي طبعا بواحد الشكل اللي هو جميل. يعني هذه من لي زوبسيون ديال لا سيكوريتي في هذه السيارات. كيف كنشوفوا انا الداخليه عندي هنا لي غارنيتور ديال الابواب، السياره باقا في حاله اللي هي نظيفه. عندي هنا استعمال بلاستيك والكانتارا، عندي اضاءات محاطه في هذا المكان ولمسات كروميه. مقبض فتح الباب جا كذلك كرومي، سماعات في هذا المكان تويتر وباص في الاسفل، الجلد على مساند الابواب. هذه السياره صدماتني طبعا بالجوده. هنا عندي طبعا استعمال الجلد مع خياطه. عندي هنايا اماكن للتخزين في الاسفل. السياره هذه كتدعم مقاعد الكانتارا في الوسط وجلد في الجناب. طبعا الجلد هو طبيعي في الجي تي. السيارات الحديثه اللي كتخرج من الوكاله اصدقاء انا دائما كنحاول نحطكم في الصوره، ما كيجيش فيها الكونتارا. هناك في الجي تي جديده ما كيجيش فيها الكونتارا، كيجي فيها التوب. كيف كتشوفوا هذه المقاعد فخمه مفينيه بعنايه، وكذلك الاهتمام بالتفاصيل فهو استثنائي. طبعا المقاعد الخلفيه كتدعم تثبيت ايزوفيكس بالنسبه للاطفال الصغار. مساله اخرى مساحه الارجل فهي ممتازه بحكم قاعده العجلات الكبيره. كذلك هنا في هذا المكان عندي طبعا مسند وسطي فيه 2 حاملات اكواب، وعندي وصول تكييف الى مراتب الصف الثاني. عندي هنا 12 فولت وكنقدر نتحكم هنا من الاغلاق والفتح ديال التكييف، وجوج يو اس بي تيبقى في الاسفل. السياره هذه متميزه طبعا كيف كتشوفوا السقف ديالها، السقف ديالها جاب اللون الاسود، عطاه واحد الطابع رياضي بحكم انها فئه جي تي. فنمشيو نشوفوا جهه السائق. بالنسبه لهذه السياره طبعا جهه السائق هنا كذلك عندي بالمواصفات الحديثه هو التحذير ديال النقطه العمياء، مرايات جات بواحد الحجم اللي هو كبير باللون الاسود اللامع. كذلك عندي اضواء اشاره. هذه السياره جات تو تون الاصدقاء كيف كتشوفوا، لون ديال الكابو ولون ديال الكاروسري، يعني عطاها كذلك واحد الطابع خاص وبين الديمونسيون ديالها. الداخليه كذلك هنا عندي استعمال بلاستيك الكانتارا، عندي لمسات كروميه تحت اضواء لوميير دومبيونس، يعني اضواء ديال المحاطه. السياره هنا عندي لمسات فضيه، التحكم بالزجاج كهربائي بالكامل مع المرايات، الجلد على مساند الابواب. اماكن للتخزين جاو مغلفين بالموكيت باش ما يكونش عندي داك الصداع وداك التقرقير. وبالنسبه للسماعات نظام صوتي في الباب سواء تويتر او الباص. عتب الابواب في هذا المكان عندي لمسات كروميه ديال بيجو يعني على عتب الابواب. مقاعد كهربائيه بالكامل مع دعم القطنيه في هذه البلاصه، وعندي 2 حف التكيره وكذلك كدعم خاصيه المساج. السياره على مكابس او دواسات الوقود والفرامل. طبعا سياره فيها يعني لمسات فضيه، يعني اهتمام بالتفاصيل في السياره استثنائي. بالنسبه لهذه المقاعد طبعا مقاعد سيرتيفي اجير، مقاعد مريحه جدا، كنقدر نقدم او نوخر هذه. كذلك مقاعد جات الكانتارا الحشوه ديالها ممتازه وكتدعم مساج، يعني السياره تقدر دير بها الخطوط وتسافر بها. سياره عائليه بامتياز ما دعياش. كذلك امر اخر في هذا المكان عندي التحكم او فصل او تشغيل يعني اللين اسيست. هنا كنقدر نضغط 2 مرات وكذلك كنقدر نفتح الكوفر كهربائيا. لوحه القياده ديال بيجو معروفه وكذلك عجله القياده ديالها معروفه. هذه السياره طبعا نطلعوا فيها نشوفوا المواصفات اللي كتقدم. طبعا الأصدقاء دائما داخلية سيارات بيجو متميزة ومتعارف عليها. فأول حاجة كنبداو بها هي تصميم عجلة القيادة اللي جات جلدية بالكامل، فيها خياطات فخمة، كتابة جي تي في هذا المكان باش كتعرفني في الفئة اللي أنا سايق. وعندي دوبل ميبلا عجلة قيادة محكومة ورياضية. خلف عجلة القيادة عندي طبعا لي باليت أو فولون من أجل القيادة الرياضية. هنا عندي وحدة التحكم في كل ما هو يعني إضاءات أساسية ديال السيارة. وهنا عندي محدد ومثبت السرعة. بالنسبة للسيارة كذلك من المواصفات ديالها عندي هنايا التحكم في مساحات الزجاج، فيها كوكبيت ديجيتال، يعني كيف كتشوفوا كيطلع لي كل المعلومات الاساسيه حول السياره.
كذلك امر اخر اصدقائي، هذا الكوكبيت هذا طبعا السطاوه ديالو، النقاوه ديالو جيده جدا. بالنسبه للسياره فبالكونسول الوسطي عندي هنا الاصدقاء، نحاول نشعل لكم يعني السياره. فطبعا السياره فيها التشغيل عن طريق الزر، كذلك كيليس جو، كيليس انتري. في هذا المكان عندي شاشه وسطيه، فنحاول نشغل لكم السياره، لان طبعا البطاريه ديالها بحكم ان السياره كتبقى واقفه مده، فطبعا كتوصل 12 فولت، كتفصل الانفوتينمون. كيف قلت لكم ان العدادات الوسطيه فيها عدادات متطوره. عندي هنايا السرعه، وعلى اليمين عندي عدد دورات المحرك. كذلك السياره من لي زوبسيون ديالها هي انها كتقرا لي بانو، كتقرا البلايك ديال الطريق، وطبعا فيها يعني مواصفات حديثه. بالنسبه للكيلومتراج ديالها اصدقاء فهو 53 الف كيلومتر. يعني الناس اللي مهتمه بالسياره كنحاول نعطيكم بعض المعلومات اللي غتهمكم وغتخصكم. السياره فيها شاشه وسطيه، طبعا الشاشه جات بتحكم اللي هو لمس. كذلك هنا عندي اختصارات عديده على شكل بيانو. هنا عندي طبعا الى بغيت ندخل الراديو او الموسيقى. كذلك امر اخر عندي هنايا وحده التحكم في التكييف. هنا عندي النافيغاسيون، هنا كندخل التكييف، يعني كنتحكم في التكييف مباشره. السياره فيها جوج ديال لي زون. مساله اخرى، هنا عندي كندخل الهاتف، وهنا عندي طبعا كندخل المنيو ديال الطوموبيل. هنا عندي الكونيكتيفيتي اب كونيكت، سواء ابل كار بلاي او اندرويد اوتو. وهنا طبعا عندي الديتريس، الزر الرباعي يعني ديال التحذير الرباعي. بالنسبه للسياره فطبعا فيها اعدادات عديده، كيف كنشوفوا هنا درايفين فانكشنز، يعني السياره. هنا عندي الاوتوماتيك هيد لامب ديبين. كذلك هنا باركين سنسور، اي فصل الحساسات اوف او اون. بلايند سبوت يعني النقطه العمياء. تراكشن كنترول اي هو مانع الانزلاق. يعني كل شيء هنا بمواصفات حديثه وعديده. كذلك هنا كندخل في اعدادات السياره، كل ما هو باركينج، يعني السياره فيها مايرور ادابتيف ريفيرس، يعني ان المرايه هذه جنبانيه باش كندير ريفيرس فهي كتهبط باش كنقدر نشوف التروطوار. كذلك هنا ريفيرس باش كندير مارش اريير، سوي كلاس كيخدم. كذلك هنا عندي هنايا بلوكين اوف دور ميرور فولدين، يعني بزاف المواصفات اصدقائي. هنا كذلك كنمشي الهيد لايت، يعني التحكم في الاضاءات. هنا عندي كومفورت بين يعني كل ما هو كومفورت. مود لايت اللي هو لوميير دامبيونس. دور ان لوك درايفر اونلي، هي دي المواصفات اللي قلت لكم. ملي كنفتح السياره كتفتح فقط الباب ديال الراكب. هنا عندي كذلك بوت اونلي، الا بغيت نحل كيتحل الكفر بوحدو. الا حليت الكفر يعني كيتحل الكفر بوحدو، السياره كتبقى مسدوده من اجل يعني السلامه، ما يدخل حتى واحد للسياره. وعندي هنايا موتورايز تيل جيت دور، الا بغيت الكفر نخليه يدوي، او الا درت اوف فطبعا كيولي نطلعو بيدي. الا درت اون كيبقى كهربائي يعني. وكاين مواصفات عديده. سيفتي كذلك سبيد ريكوموديشن اللي كتطلع لي طبعا البانو ديال الطريق، كتقرا لي البانو ديال الطريق كيف كتشوفوا الاصدقاء. كذلك هنا عندي درايفر اتنشن وورنين، الا سهيت فالسياره كتعطيني يعني تحذيرات الاصدقاء، كتعرفني كتقول لي سير شرب قهوه. وعندي ترافيك ساينز ريكوغنيشن، يعني هنا كيف كتشوفوا كتقرا لانتيغدي، كتقرا كذلك هاد التشوير الطرقي بالكامل. السياره جات هنا فيها جوج مخارج تكييف، لمسات بالالكانتارا. كذلك عندي لمسات كروميه على لوحه القياده. الفوق هنا عندي البلاستيك موسي، الجوده ديالو ممتازه. وكذلك في الاسفل هنا عندي الزر ديال الموسيقى. المقاعد ديال السياره كتدعم خاصيه التشغيل على 3 درجات. دي جيفراج، هنا الغوسيكلاج ديال البرد. وهنا ملي كنقدر نغلق سونتراليزي. بالنسبه للسياره في الاسفل كيف قلت لكم جا فيها كونسول وسطي بيانو بلاك مع ناقل حركه اوتوماتيكي او ا تي 8، هذا كونفرتيسور دي كوبل من 8 الغيارات. ستار اند ستوب، يعني هنا كنرجع المانيوال كتولي مانيوال. هاند بريك كهربائي. هنا درايف مود، طبعا هنا مساحات للتخزين. لمسات كروميه كذلك في الكونسول الوسطي، ما بخلوش علينا. بالنسبه لدرايف مود السياره فيها مود سبور كيف كتشوفوا اصدقاء. نحاول نقرب لكم الصوره. هنا عندي مود سبور، كيف كنهبط النورمال وكنهبط الايكونوميك. في الوسط عندي جوج حاملات اكواب، طبعا الا بغيت نهز شي اكواب، طبعا الا كنت مسافر شي حاجه اللي هي اساسيه. وعندي هنا مسند وسطي كيتفتح، هو جلدي وكيتفتح، وتحته مساحات للتخزين، كيتفتح على جوج مرحلات، مساحه التخزين اللي هي كبيره. بالنسبه للسياره بالمواصفات الحديثه اللي ما بقاتش في السياره اللي كتخرج دابا، عندي هنايا طبعا هنا كيف كتشوفوا هذا مكان للتخزين مع شاحن لاسلكي الهواتف اللي كتدعم الخاصيه. يو اس بي تيب ا بالنسبه لابل كار بلاي واندرويد اوتو، 12 فولت او ولاعه. يعني السياره كتقدم مواصفات حديثه ومواصفات اللي هي جميله. كذلك فيها مرايه وسطيه بدون اطار تقريبا، وطبعا فيها سقف بانورامي كيف كتشوفوا كيتفتح عندي فقط بضغطه زر. وكذلك دوبل طوا بانوراميك بحجم اللي هو كبير. وهنا كيف كتشوفوا جات كذلك الاضاءه المحاطه باش كتدخلني في الجو الخاص، الجو اللي هو فخم خاص بهذه السياره. وكتكون عندي واحد تجربه قياده استثنائيه. بالنسبه للجلسه فيها فهي مريحه. الرؤيه في المرايات كذلك ممتازه. فبقات لنا حاجه واحده الاصدقاء، هي نشوفوا المحرك ديالها. سياره 3008 اللي درت لها المراجعه. فطبعا سياره كتجيب محرك ديال 2021، محرك
اللي هو قوي الاصدقاء وما مخنوقش، يعني ما فيش دوك لي ريستريكسيون انبعاثات فاب كاتاليزور داكشي كان شويه مرخوف 2000 سنه 2021. والسياره جات كذلك مليئه بمواصفات، جا فيها محرك ممتاز الاصدقاء، محرك اعتمادي 2 لتر يعني توربو ديازل 4 اسطوانات، كيخلص 1500 درهم ضريبه سنويه 8 الخيل ضريبي، كيولد قوات 150 حصان وعزم 370 نيوتن متر، مربوط بناقل حركه اوتوماتيكي او تي 8 زد اف من 8 الغيارات. استهلاك الوقود المتوسط ديالو اصدقاء فهو اقتصادي جدا، ما كيفوتش 5 لتر ونص داخل المدينه او في سيكل ميكس عفوا. يعني السياره اقتصاديه وعمليه وكذلك رياضيه، وبالنسبه للرصاوه ديالها على الطريق فهي ممتازه. الناس اللي مجربات 3008 طبعا راه عارفه هذه المساله. كذلك نحاول نقربكم يعني من الصوره ونوريكم اللمحه يعني على المحرك. كيف كتشوفوا كل شيء جا مرتب في بلاصتو، يعني سيارات الهوت جام ديال بيجو فهي مختلفه عن بعض السيارات الاخرى. فكانت هذه لمحه. كذلك ما نساوش امر اخر، هي ان الكابو جا فيه موكيت من اجل عزل الضوضاء والحراره داخل مركبه السائق. فنختموا الاصدقاء يعني المراجعه ديالنا. فطبعا الاصدقاء سياره المراجعه اليوم سياره متميزه، سياره فرنسيه فيها مواصفات المانيه. سياره طبعا قدمت لي ميزات ومواصفات حديثه، كيف كتشوفوا سياره متطوره جدا، وكذلك جات بهذا اللون المميز يعني 3008 سنه 2021 ماشيه 53,000 كيلومتر، متوفره حصريا عند اوتولاند بمدينه الرباط. الهاتف الاصدقاء دائما بصندوق الوصف، تواصلوا معهم مباشره الله يسخر لكم. بالنسبه للثمن ديال هذه السياره فهو ثمن حصري جدا، الثمن اللي هو مناسب. يعني هذه السيارات الاصدقاء كانت كتخرج بواحد الثمن اللي هو كبير، يعني الثمن ديالها حصريا عند اوتولاند هو 320,000 درهم. يعني الناس المهتمه تواصلوا معهم مباشره، هو ان شاء الله يقدر يفيدكم معلومات ادق. السياره هذه قدمت مواصفات كثيره، قدمت يعني كل ما هو الامن والسلامه، من بينها لين اسيست، وكذلك يعني لين اسيست بمعنى تحذير مغادره المسار، وكذلك كتقرا لي بانو، كتقرا كل التشوير الطرقي، فيها الرادار التفاعلي او الديستروني كيف كنقولوا عند فولكس فاجن. كذلك امر اخر السياره ليستيتيكمون، يعني كنهضروا على المظهر، السياره جات بجنوط الومنيوم مقاس كبير، لمسات كروميه عديده، يعني السياره ما نقصاتش من الفخامه. وما نساوش كذلك التصميم ديالها المميز والجميل اكثر هو ان ما فيهاش لاد بلو، يعني نقص عليا خزان ديال لاد بلو. والسياره 8 الخيل كتخلص 1500 درهم، يعني السياره كتبقى عائليه واقتصاديه. الناس المهتمه يعني الله يسخر لكم تواصلوا على الهاتف اللي كاين في صندوق الوصف، ونتمنى لكم الخير وما تنساوش تدعوا لبعضياتكم. كنشكركم اصدقاء وصلتوا لهذه المرحله من الفيديو، ونتمنى نكون ساعدتكم بشان سيارتكم المستقبليه. مع السلامه الى فيديو قادم ان شاء الله.